99% من ملاك السيارات الكهربائيه مش بيشحنوا في المحطات، بيشحنوا في بيوتهم. فما تجيش انت كشركات شحن تحط لي محطات الشحن كلها جوه القاهره واكتوبر وسايب لي طرق السفر كلها فاضيه. رحله لشرم الشيخ بالعربيه الكهرباء، وبطله الرحله اللي معانا اكس بنج جي 6. لو معاك عربيه كهرباء وبتفكر تطلع شرم الشيخ تابع الفيديو ده، يلا بينا. المسافه اللي رايحينها من مصر الجديده لحد شرم الشيخ 493 كيلو زي ما انتم شايفين كده. لو انت مهتم ان انت تسافر بالعربيه الكهرباء خليك متابع الفيديو ده، علشان هيقابلنا كذا محطه شحن، وشوف العربيه الكهرباء هنشحنها كام مره لحد ما نوصل شرم الشيخ وهنصرف كام، ودي التكلفه اللي تهم اي حد بيفكر يشتري سياره كهربائيه. فدلوقتي هنبدا رحلتنا من مصر الجديده. طريقنا اللي هناخده طريق السويس، نفق الشيخ احمد حمدي، طريق شرم الشيخ. في كذا محطه نقابلها، فخليك متابع لو انت مهتم بالعربيات الكهرباء. الاكس بنج اللي معانا المفروض ان الشحنه بتاعتها بتمشي 570 كيلو. اول محطه شحن هتقابلنا وهي محطه شحن مدينتي، لكن العربيه بتاعتنا تودينا مستريح لحد راس مطرمه اللي هي تعتبر احلى محطه، والمحطه اللي في النص ما بين القاهره او ما بين السويس لحد شرم الشيخ. المحطه دي تابعه لشركه ايكروس، فانت لو بتدور عليه محطه شحن برضو نزل ابلكيشن ايفي هاب، هتلاقي كل المحطات عليه اللي انت بتدور عليها لكل الشركات. السرعه اللي هنمشي عليها طول الطريق وهي السرعه القانونيه ما بين 120 ل 130، ودلوقتي الساعه 1 بعد الظهر يوم الجمعه 22/5. فخليكم متابعين بقى علشان نشوف هنوصل شرم الشيخ في كام ساعه بالشحن والحاجات الكتير دي كلها. فدلوقتي الساعه 1 بالظبط، فخلينا نشوف كده اول محطه هتقابلنا شغاله ولا مش شغاله، ونشوف هنعمل ايه في الرحله بتاعتنا. دلوقتي عربيتنا فيها 93% 529 كيلو زي ما انتم شايفين، واول محطه هتقابلنا وهي محطه مدينتي شيل اوت. اخيرا انفينيتي غيرت المحطه بتاعتها، ركبت محطه جديده، ودلوقتي واقف بقى اي دي 6 بتشحن. نشوف الليز بارك، عربيه اودي كيو 4، عربيه شاومي الترا. احنا دلوقتي طبعا مش هنشحن العربيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده 93 529. واقرب محطه هتقابلنا وهي محطه عيون موسى. بعد كمين عيون موسى هتلاقي محطه وطنيه جوه محطه شحن شركه انفينيتي، والمحطه دي 40 كيلو واط. فلو معاك عربيه البنيه الهندسيه بتاعتها اللي هي ال5 سي اللي بتقبل 800 فولت، فاحب اقول لك ان العربيه بتاعتك مش هتشحن العربيه دي، فلازم العربيات اللي هي ما قبل 25 عشان تكون البنيه الهندسيه بتاعتها اقل من ال5 سي او ال 800 فولت هتشحن عليها عادي. دلوقتي احنا داخلين على النفق، باقي في العربيه 74% 419 كيلو، ودلوقتي الساعه 2 تقريبا و5 دقائق، وباقي مسافه 372 كيلو لحد ما نوصل شرم الشيخ. هنخلص التفتيش في النفق ونوريكم هنخرج من النفق الساعه كام عشان نحسب خدنا كام ساعه لحد ما وصلنا شرم الشيخ. اقول لكم بصوا الساعه كام، انا في النفق و4 دقايق. بصوا دلوقتي الساعه كام، الساعه 2 و7 دقايق. احنا خلصنا النفق في وقت قياسي 4 دقايق، انا ما كملتش اصلا دقيقتين رخص بس على العربيه، يعني صباح الفل. نكمل بقى 74% زي ما انتم شايفين من 419 كيلو زي ما احنا، واحنا المسافه اللي احنا مشيناها لحد دلوقتي 123 كيلو و900 متر في ساعه و22 دقيقه، والافرج بتاع الاستهلاك تقريبا بتاع العربيه 19 كيلو ونص من ساعه ما مشينا من البيت 123 كيلو و900 متر. خليكم مكملين بقى لحد ما نوصل شرم الشيخ. دلوقتي المفروض اول محطه هتقابلنا بتاعه راس مطرمه او عيون موسى الاول انفينيتي. دلوقتي احنا داخلين على كمين عيون موسى زي ما انتم شايفين كده، العربيه فيها تحت 65%، ومشينا لحد دلوقتي 160 كيلو في ساعتين الا ربع، ودلوقتي الساعه 2 و31 دقيقه. اول محطه شحن هتقابلنا بعد النفق وهي محطه شحن انفينيتي جوه المحطه بتاعه وطنيه. لو دخلنا كده هنلاقي المحطه في الوش كده زي ما انتم شايفين. المحطه في وشنا هناك اهي، محطه تابعه شركه انفينيتي 50 كيلو واط. طبعا المحطه فيها تجديدات، وانا كده كده مش هخش اشحن، فلو هخش اشحن كنت هشيل الحديد. بس العربيه زي بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده تحت فيها 65% وبيكفونا تقريبا لحد راس مطرمه. فالمحطه اللي احنا رايحينها دلوقتي رايحين لحد راس مطرمه هنخش نشحن فيها بتاعه ايكروس، فخليك بقى متابع معانا لحد ما نوصل راس مطرمه يبقى استهلكنا كام كيلو. تغيير بسيط بقى عملناه في الرحله وحاجه حلوه جدا. دلوقتي اتعمل محطه في طريق شرم الشيخ في ابو زنيمه تابعه لشركه انفينيتي. المحطه دي 50 كيلو واط، فانا لو حسبتها بدل ما اروح راس مطرمه واقف اشحن في ايكروس على محطه 60 كيلو علشان 10 كيلو زياده، فانا ممكن اخد المسافه دي لحد ابو زنيمه واقف اشحن في المحطه اللي هي تبع شركه انفينيتي. فاحنا دلوقتي حطينا اللوكيشن بتاع المحطه مديانا 129 كيلو، واحنا لسه خارجين من كمين عيون موسى دلوقتي. فالعربيه بتاعتنا فيها 62% 355 كيلو، والمسافه اللي احنا مشيناها 170 كيلو تقريبا الا حاجات بسيطه.
وارجع كل شويه افكرك اقول لك ان الساعه دلوقتي زي ما انت شايف 2:46 دقيقه، واحنا خارجين من البيت عندنا الساعه 1 بالظبط. فاحنا دلوقتي بقالنا ساعه او ساعتين الا ربع بالظبط لحد ما وصلنا عيون موسى بالتفتيش بالكماين بكل حاجه. فاحنا دلوقتي ما شحناش عربيه من ساعه ما خرجنا من البيت، واول شحنه هتودينا لحد ابو زنيمه. ان الطريق كله الهوا في ظهرك، فانت هيقابلك صعوبه وانت راجع، فانت لازم تشحن وتعمل حسابك وانت راجع من شرم الشيخ، لان الهوا في وشك وانت راجع، لكن وانت رايح الهوا في ظهرك. فعشان كده هتلاقوا الاستهلاك تحت على اليمين 20 كيلو لكل 100 كيلو مسافه. عايز بقى تحسب بطاريتك العربيه الكهرباء بتمشيك كام كيلو، هتقسم قدره البطاريه على الاستهلاك اللي طالع لك في الشاشه، هيديك الكيلومتر اللي طالع لك او الكيلومتر تقدر تمشيه بالعربيه الكهرباء بتاعتك. وصلنا محطه وطنيه اللي في بورديس كده، في محطه جوه تبع لشركه انفينيتي. الاول الساعه 3:54 واحنا خارجين من البيت تقريبا الساعه 1. فاحنا دلوقتي بقى لنا 3 ساعات في الطريق، فاضل تقريبا حوالي 150 كيلو على القاهره. العربيه بادئ فيها كده 33%، 187 كيلو، 186 كيلو. المسافه اللي احنا مشيناها 296 في 3 ساعات و8 دقائق، والكيلو واط اللي استهلكناه 19 كيلو 8 من 10. يلا نخش نشحن العربيه. احنا هنقف تقريبا ربع ساعه تلت ساعه نديها البق اللي هو 30 40%، ونكمل على شرم الشيخ. يلا بينا ننزل نشحن العربيه. دلوقتي حطينا العربيه على الشحن بتاع الدي سي اللي هنا. المحطه المفروض بتخرج 50 كيلو، المحطه خارج منها بلاجه CCS2 اللي هو الاوروبي، والناحيه الثانيه البلاجه بتاعه البروتوكول الياباني، بس طبعا ده ملغي عندنا في مصر. تعالوا نشوف كده المحطه مخرجه قد ايه. دلوقتي المحطه زي ما انتم شايفين كده العربيه فيها 32%، المحطه مخرجه 411 فولت، 412 فولت، 97 امبير، والمحطه مخرجه 40 كيلو واط. 40 كيلو واط يعني لو انت عايز تشحن عربيتك، عايز تحسب البطاريه او عربيتك هتقعد قد ايه، فانت هتقسم قدره البطاريه على اللي بتخرجه المحطه، هتديك الكيلومتر اللي انت هتمشيه او الوقت المستغرق اللي انت هتشحن فيه عربيتك. فدي تعتبر كده اول شحنه شحناها من ساعه ما خرجنا من البيت، ودلوقتي الساعه 4. برضه عشان المصداقيه وبرضه الناس تبقى شايفه كل حاجه اهو. دلوقتي الساعه 4 واحنا كنا في اول الفيديو خارجين من البيت الساعه 1 الظهر. فاظن تقريبا 3 ساعات لحد ما توصل ابورديس مشيت فيهم 300 كيلو، فدي برضو حاجه حلوه بعربيه كهرباء. ما وقفتش ولا مره، وقفنا في التفتيشات، فده كله من ساعه ما خرجنا من مصر الجديده 3 ساعات. فخلينا نشوف العربيه دلوقتي. المفروض مديانا عشان تفول مديانا ساعه وتلت، بس انا طبعا مش هفولها لان المسافه تقريبا حوالي 190 كيلو ما بين ابورديس للشرم الشيخ، فانا تقريبا هشحنها 50% 60% واتكل على الله. ودي تقريبا تاخد لها تقريبا حوالي 25 دقيقه نص ساعه قبل ما انزل اشرب كوبايه شاي، اشرب كوبايه نسكافيه، والولاد يخشوا الحمام، الحاجات الكتير دي كلها. فخليكم مكملين. نكتفي بهذه الشحنه. دلوقتي العربيه 60% 343 كيلو، والمسافه اللي احنا المفروض نروحها لحد شرم الشيخ 196 كيلو، ودلوقتي الساعه 5 الا ربع. دلوقتي بقى نفصل العربيه واوريكم العربيه اخدت بكام فلوس من القاهره لحد ما نوصل شرم الشيخ، لان احنا كده مش هنفول العربيه تاني. دلوقتي العربيه زي ما انتم شايفين اخدت ب 209، هندوس ستوب تشارج 209 ونص. انا كده فولت ب 209، لان العربيه كانت مفوله في البيت عندي قبل ما اخرج من القاهره. فدلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي العربيه خلصت شحن، هنشيلها اهو على الشحن كده خالص. العربيه الاوروبي مش محتاجه ادابتر، فانت بتشيل كده خلاص وبتحط في المحطه على طول. هتقفل مكان الشحن كده يا ابو الصحاب، خلص الموضوع على كده. عربيتنا فيها 61% 345 كيلو، والمفروض ان الشحنه دي هتوصلنا لحد ما نوصل ان شاء الله شرم الشيخ. خليك مكمل بقى يا ابو الصحاب عشان نشوف هنوصل شرم الشيخ بقى كام كيلو، واخبط الله كنت بتتفرج ونشوف صرفنا كام في الليله دي كلها. دلوقتي فاضل على شرم الشيخ 145 كيلو وداخلين على كمين التور. طبعا احنا من ساعه ما خرجنا من القاهره مشغلين التكييف ما اتفصلش، ودلوقتي باقي في العربيه تحت 53 كيلو 53% 302 كيلو. دلوقتي احنا دخلنا على كمين التور اهو. عايز اقول لكم من ساعه ما خرجنا من القاهره ما فصلناش التكييف خالص من الساعه 1، ودلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 5 الظهر. فدلوقتي احنا بقالنا كده 4 ساعات ماسكين الطريق، 4 ساعات بالشحن من ساعه ما خرجنا من البيت بالتفتيشات بالكماين، وفاضل تقريبا حوالي 190 كيلو على شرم الشيخ او 150 كيلو تقريبا. نعدي التفتيش بس. شرم الشيخ يا جماعه الساعه 6 و16 دقيقه وصلنا كمين شرم الشيخ. الحمد لله على السلامه، وصلت شرم الشيخ بسلام.
دلوقتي بقى فيها 24% 137 كيلو، والمسافه الاجماليه اللي مشيناها تقريبا 490 كيلو. الفكره والموضوع مش في العربيه الكهرباء بتمشي كام كيلو، الفكره والموضوع ان لازم يكون في محطات شحن منتشره على طريق السفر. يعني لما جينا كان في محطه في عيون موسى دي ما كانتش موجوده، والمحطه اللي بعديها بتاعت بورديس، وبعد كده بيقابلك بعد كده محطات في راس مطارمه وفي شرم الشيخ. الفكره لو كل 200 كيلو محطه شحن قوتها 80 كيلو واط، فانت مش هتقف او هتاخد راحتك في الطريق وانت ماشي بسرعه. فرجاء من الفيديو، يعني لو حد شاف من الفيديو ده يا ريت يعمل شير. رجاء للشركات اللي بتحط محطات شحن، حطوا لنا محطات شحن على طريق السفر. احنا مش عايزين محطات جوه القاهره، لان مالك السياره الكهربائيه مش بيعتمد على شحن البيت. 99% من ملاك السيارات الكهربائيه مش بيشحنوا في المحطات، بيشحنوا في بيوتهم. فما تجيش انت كشركات شحن تحط لي محطات الشحن كلها جوه القاهره واكتوبر وسايب لي طرق السفر كلها فاضيه، فهتقفل الناس من التجربه قبل ما تجرب العربيه الكهرباء. فرجاء من شركات الشحن كل 100 كيلو حط لنا محطه شحن، هتخلي الموضوع ينتشر اكتر، وهتخلي الناس لما تيجي تشحن العربيه ما توقفش طوابير مع بعضيها. لان انت دلوقتي بقت العربيه الكهرباء بقت منتشره، بقيت تشوف الملاك بتخش تشحن المحطه دلوقتي زي طريق الغردقه بتلاقي المحطه عليها عربيتين وثلاث عربيات عشان يشحنوا. فرجاء محطات الشحن تنتشر في مصر وفي طرق السفر بالذات وطريق الوجه القبلي، عشان اخواتنا في الصعيد فعلا مظلومين. كده احنا نقول شابوه للعربيه الاكس بنج، لان فعلا الكيلو اللي بيتقال عليه في البطاريه هو تقريبا الكيلو فعلي وانت ماشي في السفر. فشابوه للاكس بنج الجي 6 اللي معانا. براند اكس بنج يا جماعه من البراندات الجميله، جرب اركب عربيه اكس بنج وانت هتتبسط.